السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تعتبر أغرب حلقة أو أغرب كذا حلقة هعملهم ورا بعض على نفس الشخص. مبدئيا كل اللي سمع الشخص ده قال إن هو جاهل متخلف حمار ما بيفهمش. أنت بادئ كده ليه؟ يا جماعة ده بيسب النبي ويسب الصحابة، اصبروا بس. أنا برضه قعدت أفكر ده إيه ده؟ ده شيعي ولا ملحد ولا نصراني؟ بيجيب الشبهات دي منين؟ إيه؟ في ناس قال لك لا ده هو بيخش في الجروبات بتاعه الشبهات اللي بتهاجم الاسلام وينقل منها ويجي يتبنى هذه الشبهات. يا جماعه في ناس هتقول لك انت اقتطعت، هو قال كده على الرد بتاع الاخ محمد سمير عليه، قال لك خدوا دقيقه ونص من فيديو مدته ساعتين ونص ونشروه عليا، اقتطعوا يعني. مبدئيا انت لو قعدت 10 ساعات تتكلم فيها عن نفسك او تتكلم فيها عن اي شيء وجيت في النص قلت النبي بتاع الاسلام ده نبي كاذب، فاللي هيقتطع الجزء ده النبي بتاع الاسلام نبي كاذب وبعدين يرد عليك فيه. مش المفروض يقعد ال10 ساعات بتوعك يعني، ده بالعقل وبالمنطق يعني. طيب هل انا اعتمدت على البث بتاع الاخ محمد سمير؟ طبعا لا. انا اللي حرضت الاخ محمد سمير ان هو يرد وبعت له الفيديوهات اللي عندي وبعت له التفريغ اللي عندي، لكن انا ما بعتمدش على حد، انا بشتغل بنفسي. لازم اسمع الكلام بودني وبنفسي، بمعنى لما يجي واحد يقول لي شوف فلان قال ايه، اقول له هات لي الفيديو الاصلي واسمع الفيديو الاصلي من اوله لاخره لحد ما اجي للنقطه اللي فيها الشاهد واقصها علشان ارد عليه. طب هل انت سمعت الفيديو بالكامل؟ بصراحه لا، انا سمعت اول 20 دقيقه في الفيديو، لسه هكمل وهقص فيديوهات تانيه وجهزت بعض المقاطع عشان ارد عليها. طب ما سمعتش الفيديو بالكامل ليه يا جماعه؟ فيديو ايه ده؟ الفيديو مدته ساعتين ونص، ده انا كده هعمل حلقه مدتها 24 يوم، مش هينفع يعني. فانا كل ما هسمع جزء عدد من المقاطع هقطعها واجهز الرد عليها وارد عليه، ممكن تكون سلسله رد بقى. طيب يبقى ده رد على اللي يقول لي انت اقتطعت اجزاء منه. لا انا لم اقتطع. ال20 مقطع اللي انا هرد عليهم دول هتلاقيهم تقريبا في اول 20 دقيقه من الفيديو بتاعي في البدايه كده. طب هل انا اجتزأت حاجه من السياق؟ ابدا، عمري ما بعمل حاجه زي كده. هتلاقيني جايب كلامه من الاول للاخر، ولو في حاجه قبلي ولا بعد يعني مالهاش علاقه بالمقطع اللي انا جايبه مش لازم اجيبها يعني عشان حقوق النشر ومش عارف ايه كده. لكن لا يمكن اكذب على شخص ابدا كان هو ولا غيره. واحد تاني هيقول لي طيب انت ليه بتعرض المقاطع اللي هو بيقولها فيها سب للنبي؟ الشو بقى واللايك والشير والكلام ده؟ لا، انا بعرضها بنيه تانيه، ان اي محامي محترم في مصر ياخد المقاطع ديت ويعمل ليه بلاغ، يعمل ضده بلاغ، يتبع الاسلوب القانوني. طالما مش عارفين نتبع الاسلوب الشرعي نتبع الاسلوب القانوني. فانا احرض اي محامي يسمع المقاطع دي ياخدها ويروح للنيابه العامه ويقدم بلاغ ضد هذا الشخص بسبب ازدراء الاسلام والاساءه وسب النبي وسب الصحابه بصريح العباره. بيسب النبي بصريح العباره وبيسب الصحابه بصريح العبارة، بل بيدعو إلى قتل كل ملتحي وكل شيخ. لا والبتاعة بتاعت قال انت بتعادي الاسلام. اسلام يا دي انت وهو يالا، اسلام يا دي انت وهو يالا. ايه جاب ده؟ ايه جاب ده يالا؟ هو انتوا اي حد تلبسوه؟ لا وعنده لا بجد والله ده لاحظته في بعضكم. انا مش قصدي عليك انت شخصيا يعني، بس ده لاحظته عندكم في مشايخ كتير والله، منافقين ومدلسين اقسم بالله. والله شيخ الفتنة ده، بص ده ما يعني شيوخ الفتنه دول ده ما ينفعش معاه نقاش اطلاقا. ده تكفيري ارهابي، ده يعني ده تجيبه كده في ارض، بص ده يتسجن. فاهمني انت ازاي؟ ده كده يجي قدامك كده ضربه تكسر له ضلوعه تفقع له عين. هو ده يعني، ده اللي ينفع والله العظيم مع بعض منكم والله. اما نقاش وبتاع، اذا كنتوا انتم متقبلين ان نبيكم بيلعن وبيشتم، لا دي همجيه. فالهمجي ده ما ينفعش معاه غير، والله ما ينفعش معاه غير الهمجيه، ما ينفعش معاه غير العنف. ما في اشكال كده ضاله ما ينفعش معاه غير الكلام. هو انت فاكر نفسك يعني عشان بتاع كونغ فو هتقدر؟ يا ابني اقسم بالله لو واحد مسكك لا يعجنك. انت فاكر نفسك راجل؟ يالا ده انت بشخه، يالا ده انت بهره، يالا يا ابن الجزمه. لو انا شتمت يا ابن الجزمه ويا ابني ده من طبعا من عصبيتي وحمقتي على الموضوع، لكن انا لا اقصد ابيه او امه باي حال من الاحوال. ربما يكونوا هم صالحين ولا يرتضوا اللي ابنهم بيعمله، وربما يكونوا غضبانين عليه اصلا. فده لو طلعت مني كلمه غصب عني، انا لا اقصد الاب ولا الام، اقصد الشخص نفسه فقط، حتى لو السب كان فيه الاب والام. اما ده انسان شخه ملوش لازمه، انسان تافه جاهل حمار غبي بروماكس، غبي غباء كامل. والله في حياتي ما شفت اغبى منه. غبي يعني منه فيه عليه جواه كل حاجه. طبعا شفناه في المقطع اللي فات بيتكلم وبيقول ان هو
الشيوخ دول شيوخ الفتنه مفيش نقاش معاهم، عشان يقول لك ما تناقشوش ليه؟ ناقشوا ايه؟ يا جماعه اللي عايز النقاش ده او اللي عنده شبهه يطلع بكل ادب واحترام ويعرض شبهته، مش يروح بقى المراحيض القنوات بتاعت النصارى والشيعه ويسمع فهو اهبل مش عارف يرد ولا عارف يشيل الشبهه، يروح جاي يقول لك انا بحثت ووجدت ويقعد يتكلم ويعرض الشبهه بتاعته. يا جماعه دي مش اسلوب يعني. اللي عايز رد شبهه يتكلم بادب واحترام مش بالاسلوب الوقح السافل ده في البدايه بس عشان نبقى على نور يعني، عشان ما حدش يقول لك انت اقتطعت انت اجتزأت ما ناقشتوش ليه؟ عرضت عليه انت هتسبب في ان هو يزيد في اضلاله وما يتنيل على عين امه. وانا مالي؟ انا غرضي الدفاع عن النبي فقط، اما هو كشخص ان شاء الله يقول على مالي مش قصتي. طيب يا جابر شكلك كده يا جابر بتطلع لك سبوبه حلوه من القناه وكده، عندك مشكله في الفتره الاخيره يا جابر؟ من حوالي سنة ونص تمام، فجأة لقيت الفيديوز بتاعتي ما بتوصلش ليكم، ما بتقترحش اصلا على اليوتيوب. راسلت اليوتيوب دعم اليوتيوب اكتر من مرة وقالوا لي ان قناتك ما فيهاش اي مشكلة خالص وقناتك سليمة وزي الفل. المشاهدات قلت، فالمشاهدات قلت يبقى الماني قل. طب يا جابر مش يمكن من الصورة المصغرة؟ قالوا لي يمكن العيب من الصورة المصغرة، عملت صورة مصغرة جديدة. عملت صور مصغرة تانية ما جابتش نتيجة، طب ما يمكن من العنوان. قالوا لي يمكن العيب من العنوان، عملت عناوين تلفت الانتباه. عملت عناوين جذابة تشد الناس وكده. يا جابر يمكن من المحتوى بقى. قالوا لي العيب من المحتوى. اهو دي الحاجة الوحيدة اللي انا ما اقتنعتش بها اطلاقا. طب ايه المشكلة؟ ازاي انا عندي 2 مليون مشترك يا جماعة؟ ده انا لو منزل المفروض صورة سودة بس كده ونقطة، ده انا لو مش منزل فيديو، لو مش منزل اي محتوى خالص، على الاقل ال 2 مليون دول 100,000 منهم هيجي لهم الفضول ويخشوا ويتكتب مشاهدات. المحتوى الوحيد اللي انت مش ممكن راجل بتقدم محتوى يعني بص لا غبار عليه. مستغرب جدا. فبصراحه يا جماعه انا مش عارف فين المشكله بالظبط، هل في قناتي على اليوتيوب، في ايه بالظبط مش عارف، لكن كمحتوى اطلاقا جابر تقريبا بعد فتره لما عمل الفيديو ده اقتنع ان المشكله في المحتوى. لكن انا بطلب حضراتكم بس الفتره ديت لو موضوع اللايك التافه ده هيحاول انه يرجع القناه زي ما كانت، يا ريت ما تبخلوش بيه وخلاص بقى تمام. مع ان الواحد والله ربنا يعلم ولا فارق معاه لايكات ولا حاجه، هي الفكره بس انت بتعمل محتوى وبتتعب فيه وعايز الكل يشوف. طب اعمل ايه يا جابر؟ ما انا بقدم محتوى يكون غفوق قتال وكده مش قوي، مش واكل مع الناس. اوبا الحاجه بقى اللي ما بتخيبش ايه؟ اسب الصحابه واسب النبي محمد. ده انت جبت ليفل فوق خالص. يعني انت ما بداتش طعن شبهات، لا ده بدات بسب النبي وسب الصحابه ومهاجمه السنه والدفاع عن الشيعه. النبي بيبص لواحده كده نظره جنسيه كده طويله، النبي بيبص لواحده كده نظره جنسيه كده طويله عنصري، عطيها الرسول انا على عنصريه. في رجلين قتلوا رسول الله فاغضبوه، قالوا له حاجه ضايقته، الرسول سبلهم ولعنهم. تؤمن انت ان رسولك ما عندوش ثبات انفعالي؟ لو واحد مضايقه يروح سبه ولعنه على طول؟ ثبات انفعالي؟ طب انت راجل محترم، لو حد ضايقك يعني النبي بيتعارض. النبي قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد من تملك نفسه عند الغضب، صح؟ ده حديث. لا حديث تاني، في رجلين قتلوا الرسول ضايقوا الرسول اغضبوه، فالرسول الله يلعنكم وسبلهم بقى الدين. طيب تعالوا يا جماعه نبدا مع البغل الاسترالي ده ونشوف هو عنده ايه. فانت لما تجيب لي مثلا حديث ولاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتم وبيلعن وبيسب فيه، وتفضل تحاول تقنعني 1,000,000% وتفضل تقول لي ده مش عارف ده السند وده مش عارف ايه والكلام ده. يا باشا انا سندي القرآن الكريم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس، ربنا ما قالش القرآن والحديث. بالله عليكم دي عقليه اصلا تتصدى وتتكلم في الدين؟ بيقول لك شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ما قالش القرآن والحديث. طب ربنا بيكلمنا على امتى نزل القرآن؟ في شهر رمضان. طب والحديث ما نزلش في شهر رمضان ولذلك لم يذكر الحديث. خدوا بالكم يا جماعه، اول انطباع هتاخدوا عنه ان هو منكر للسنه. لا ده مش منكر للسنه، بس ده قاعد الحديث ده مش عاجبني ارميه، والحديث ده مش عاجبني ارميه، والحديث ده مش عاجبني. مش كده وبس، ده الحديث ده مش عاجبني واشتم النبي بسببه كمان. اصبر بس حاجه يعني.
بقول لك انت تقنعني وانا سند القران، انت لا سندك القران ولا سندك اي حاجه، لان القران امرنا باتباع الرسول. هو بعد كده يقول لك لا ولا اتبع الرسول اللي بيقول كذا وكذا وكذا كمان. تخش تكفرني يقول لي انت بتنكر السنه. يا ابني انا بقول لك انا في بعض الاحاديث وجدتها ان هي تسيء للنبي وخزعبليه ولا تمس النبي بشيء. بعض الاحاديث انت ليه خلتني ان انا انكر الحديث؟ بعدين يجي يقول لي ايه ده انت بتنكر الحديث يبقى انت بتنكر القران. اقول له يا ابني ايش جاب يا ابني؟ اقول له يا ابني القران الكريم ده يعني نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى الا هو وحي يوحى، 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 ما ينطق عن الهوى الا هو وحي يوحى. وكمان الرسول نزل عليه بالقراءات العديده، وكان الرسول بينقله للصحابه، وكمان القران اتجمع في عهد كبار الصحابه سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان. يعني ما ينفعش ان اي حد يحرف فيه او يدلس فيه. ليه؟ لان الصحابه دول كانوا متواجدين معه، بعكس الحديث اتجمع بعد 250 سنه. اولا مش عارف يقرا القران، اللي هو بيقول لك انا سندي القران، مش عارف يقرا القران قراءه ولا حفظ، يبقى انت بتتكلم في الدين ليه؟ اما الاحاديث انت بتردها، مش كلها، بعضها. وبيردها ليه بقى يا جماعه؟ عشان نفهم بس، دي حجه البليد يعني. قال ايه؟ انا مش مقتنع بالحديث ده لان الحديث ده فيه اساءه للنبي، فانا هرفض الحديث. باي منطق؟ بدماغك؟ بعقلك؟ ما ينفعش. السند والمتن ما بياخدش هو بالكلام ده، لا بياخد بالسند ولا بالمتن. انا الكلام ده ما يمشيش معايا. انا اقول لي الحديث الحديث ده مش عاجبني، لا الغيه، ده في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه، الغيه. انا اللي اقول صح ولا غلط، مش البخاري ولا مسلم ولا اهل العلم. طب وعلم الرجال ولا ياكل معايا ولا مؤمن بالعلوم دي اصلا. انا اقول لي الحديث الحديث ده مش عاجبني، لا الغيه، ده في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه، الغيه. انا اللي اقول صح ولا غلط، مش البخاري ولا مسلم ولا اهل العلم. طب وعلم الرجال ولا ياكل معايا ولا مؤمن بالعلوم دي اصلا. الرسول نزل عليه بالقراءات العديده، وكان الرسول بينقله للصحابه، وكمان القران اتجمع في عهد كبار الصحابه سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان. يعني ما ينفعش ان اي حد يحرف فيه او يدلس فيه. ليه؟ لان الصحابه دول كانوا متواجدين معه، بعكس الحديث اتجمع بعد 250 سنه. القران اتجمع ايام الصحابه الكبار، الصحابه كلهم كانوا موجودين، فمش فرصه لتحريف القران. اما الحديث جمع بعد 250 سنه من وفاه الرسول. مين اللي قال لك كده يهدى؟ سمعت شبهه وجاي تقولها؟ يا جماعه الحديث، مش عارف احنا هنفضل نتكلم في الموضوع ده 100 مره. الحديث في البدايه النبي نهى عن كتابه الحديث، ليه؟ علشان لا يختلط القران بالحديث. بعد ما تمت القران الكريم وتمت الوحي خلاص في القران الكريم، امر النبي، يعني في زمن النبي امر النبي بكتابه الحديث وقال لا يخرج مني الا حقا. صحيح سنن ابي داود باب في كتاب العلم، حديث رقم 3646 عن عبد الله بن عمر، وده صحابي جليل رضي الله عنه وعن ابيه، قال: كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان بيكتب اي حاجه النبي يقولها، فنهتني قريش، المسلمين من قريش قالوا له لا، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت، بطل يكتب عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه، النبي شاور على فمه الكريم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. يعني يا جماعة كتابة الحديث كانت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بأمر النبي امتى بقى؟ يبقى أيام النبي، وعلى يد مين؟ على يد الصحابي عبد الله بن عمرو وغيره. نفس الحديث هنلاقيه في مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم 6802، فقال النبي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا. وأيضا رقم 6510 من مسند الإمام أحمد بن حنبل أيضا، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا. يبقى اللي يقول لك ان الحديث اتكتب بعد وفاه النبي ب 250 سنه، قول له ده حسب فهمك انت. احنا عندنا الحديث اتكتب ايام النبي صلى الله عليه وسلم وبامر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما النبي يقول لصحابي اكتب، يبقى قال له اكتب امتى؟ بعد وفاه النبي، يبقى اكيد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ يبقى الحديث اتكتب على يد الصحابه الكبار، وفي نفس الوقت اللي كتب فيه القرآن الكريم، وفي زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كتبه الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. فإن كان القرآن لا يمكن يتحرف عشان خاطر كان في زمن الصحابة الكبار، الحديث كان في زمن الصحابة الكبار. يعني نفس الأسباب اللي خلتك ما
ما تقولش ان القرآن محرف، هي تنطبق على الحديث. ويا جماعة البخاري ومسلم ليسوا أول ناس جمعوا الحديث، بل قبليهم كان موطأ مالك وكتير جدا، كتب كتير جدا، وفي مليون رد على الشبهة دي. لو سمحت نلعب التمارين نمبر 1 في مكان هادي. نلعب التمارين دلوقتي، التحركات كلها بالراحه جدا، مش عايز حد يعمل سريع، لازم بالراحه. صف ذهنك من كل شيء، عاوز استرخاء، لان التمارين اصلا هتساعدك على التامل. تمام؟ يفضل ان احنا مع التمارين نسمع موسيقى تاي تشي. هتطلع على اليوتيوب اكتب بس موسيقى تاي تشي مع التمارين، ومكان هادي، هتلاقي نفسك ان شاء الله يعني ظبطت. بعدين هتحس بالتركيز العالي، وهتحس بحراره كمان كده، طاقه واحنا بنعمل التمارين. انا بقول لك احتمال كبير جدا يكون هو دخل في المديتيشن والطاقه والحاجات دي، واتعمل له سحر وخواطر وحاجات زي كده، بس برضه اتعمل لك سحر او خرع على دماغك ودماغ اهلك، ما تطلعش تعمل الكلام ده برضه. العقل اللاواعي لم تكن تعلم انهم بيعلموا سحر، بيعلموا اعمال شياطين متاخده من وثنيات شرق اسيا. واحد منهم بيعترف بهذا صراحه. حد يقعد يعمل مديتيشن زي ما امبارح اطلقنا طاقه سلام وطاقه خير معايا، يقعد ويبعت طاقه شر، هي بالظبط. بيبقى دارس كويس قوي طاقه، ويبعت طاقه شر وطاقه ايذاء وطاقه نار، يقوم الشخص يتعب، يكح، يجي له كذا، ما اعرفش مين، يقعد بالطاقه، يبقى دارس طاقه ويقعد يتخيل اكتر بقى ان هم في العربيه وعملوا حادثه وماتوا وبيصرخوا، وانت مش فاهم، فالطاقه بتجيلك تقوم اثر فيك. العلاج بالطاقه سحر، في حد بيستخدمه سحر ابيض طاقه خير، وفي حد بيستخدمه في الايذاء بيأذي الناس. السحر كله كفر، أبيض أسود، طاقة خير، طاقة شر، طاقة إيذاء، سحر جلب الحبيب ورد المطلقة، سحر إيذاء الناس، السحر كله كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة سحر أبيض، سحر رد الحبيب، لكن كله شرك. التقسيمة بتاعت سحر أبيض وسحر إيذاء، سحر خير وسحر شر، هذا من ابتكار جماعة ويكا السحرية، من أخطر الجماعات السحرية في العالم. فالسحر كله كفر. انا لما بغمض عيني فعلا واشوف حد قدامي، طاقته بتبقى قدامي في عالم الطاقه، وجسمه بيتاثر في عالم الماده، فانا بشحنه بالطاقه البوزيتيف، بيتاثر في المكان اللي هو فيه. السحر بيتم تعليمه علنا في العالم الإسلامي تحت مسمى تظبيط المجال الطاقي، تحت مسمى شحن الطاقة الإيجابية وتنظيف الشكرات. كم سعر؟ النبض مش مشكله، بتكلم على الصداع. هيبقى في نبض عالي شويه، مش كده؟ عشان بسحب بسرعه بسحب بسرعه، النبض عادي، بس الصداع الالم بقى كام دلوقتي؟ المفروض خلاص. بسحب بسرعة. متى يتم تجريم علوم الطاقة؟ متى يدرك المعنيين أن هذه أعمال سحر؟ متى يتم تقديم طلبات لتجريم هذه العلوم؟ كان في مدربة علاج بالطاقة وعلاج بالريكي أمريكية عندها قدرات روحية كما تدعي، بنت اسمها دانيال جونسون، مشهورة على مواقع التواصل باسم أيوكا. المهم فجأة كده جالها خاطر ذهني إن يوم القيامة على الأبواب، ويجب سريعا إن هي تنهي حياتها وحياة من تحب حتى تترك هذه الأرض للأشرار. وفعلا في يوم 10 إبريل اللي فات، لسه من كام شهر، راحت قتلت صاحبها بعدة طعنات، ورمت بنتها اللي عندها 9 سنين، رمتها من العربية، ورمت ابنها الرضيع اللي عنده 8 شهور، رمته من العربية وهي طايرة بسرعة، وبعدها راحت داخلة في شجرة وماتت، ومات ابنها ومات صاحبها. نفس هذا الخاطر الذهني الذي أتى لهذه الفتاة أتى أيضا بنفس الصورة وبنفس الفكرة لبطلة قصتنا أميرة بنت حمد. جالها خاطر إن يوم القيامة على الأبواب، والحقي بسرعة خدي من تحبين واتركي هذه الأرض للأشرار. وفعلا أميرة بنت حمد قتلت ابنتها تارا اللي عندها 4 سنوات، تارا اللي كانت كل حياتها. وبعد كده أميرة بدأت تطعن نفسها عدة طعنات في الرقبة، لكن سبحان الله زوجها بيلحقها في آخر لحظة عشان تحكي لنا قصتها وتكون درسا لكل من يتأثر أو يغتر بالسحرة المعالجين بالطاقة الحيوية في العالم الإسلامي. يعني ظبطت، بعدين هتحس بالتركيز العالي، وهتحس بحراره كمان كده، طاقه واحنا بنعمل التمرين. سحر الخاطر الوسواسي. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
ركز كده في قوله تعالى يوسوس في صدور الناس من الجنة. المتوقع أن تنتهي الآية هنا، الجن فقط هي التي توسوس في صدور الناس، لكن الآية تقول من الجنة والناس. السحرة بيقدروا يبعتوا خواطر، يرسلوا وسوسة، ودلوقتي المعالجين بالطاقة عندهم تمارين لتعليم التخاطر، كيف ترسل خاطر لشخص آخر، بيعلموا الناس هذا النوع من السحر. في يوم من الايام كان عندي مشكله كبيره مع احد الاطباء كنت عامل معاه شغل، هو مدير مستشفى كبيره. المهم ما نعرفش ايه اللي حصل، انا مش فاكر التفاصيل. المهم انه عاند وقال مفيش فلوس، كانت غلطه حد من اللي معانا يعني، يمين شمال مفيش، وقفش وعايزين نقابله، حتى كان مبلغ الناس في الامن ما يدخلوناش اصلا. فالمهم في يوم من الايام اتصرفت وكلمت حد واتوسط عشان ايه يخلي بس يوافق ان انا اقابله، وقمت داخل ومتخيل نفسي امه اللي انا ما اعرفهاش مثل الطاقه اللي انت تتخيله هيحصل حتى مش عارفه، انت بتبعت اشارات امه. وقعدت عشت الحاله بجد وتخيلتها وانا رايح له، انا شايف نفسي امه وانا بتكلم معاه، عيني شايفه امه بتكلمه. انا فوجئت ان انا مستكين وهادي. انا نسيت اقول له انا كنت سالت، فهو كانت امه اصلا في مدينه ثانيه وما شافهاش بقاله فتره وبيحبها قوي، وراح عامل كل اللي انا عايزه. هو ممكن يكون مش فاهم ليه. انت بتبعت اشارات انك امه، هو ده خاطر الوسوسه، يوسوس في صدور الناس. انسان بيبعت خاطر في ذهن شخص قدامه، وهذا من اخطر انواع السحر، بيغير الوعي، بيغير العقل، بيغير قناعات. سحر تعليم التخاطر كفر اكبر لا ينفع معه ايمان. هنشوف الان كلام اميره بنت حمد قدام هيئه المحكمه، وبعد كده نرجع نشوف ماذا قالت في رسائلها. انت قتلتي؟ ما كنتش بعرف. طب هو ايه اللي حصل؟ تعزمت على جلسه بتاعت تامل ناس ما اعرفهمش، يعني رحت عرفنا عبر الفيسبوك. جلسه فين؟ هنا في مصر. والناس كانوا جلسه عباره عن ايه يعني جلسه؟ التامل، انا كنت عامله شهادات في التامل واليوجا والعلاج بالطاقه، فتعزمت رحت. فاول ما خلصت جلسه التامل لقى الشخص ده لدي من كل الناس لدي انا. فعملت ايده زي ايده كده، عملت ايده كده زي القلم، وعملت كل مفاصل جسمي. ده مين هو الراجل ده؟ الراجل ده ايطالي. عارف واحد ايطالي في الجلسه دي. تمام. انا لما ناديت من دون الناس المكان كان فيه ايجابيه وكده، فانا اتكسفت. البنت اللي هي عزمتني قلت لها احنا كنا جايين استغربت، فقالت لي بالانجليزي اتس بلاسنج، يعني زي البركه. انا وقتها ما فكرتش كتير. الفلوس اللي كنت موجوده فيها دي بصراحه يعني انت ايجابي. ده كام واحد قاعد في الجلسه دي؟ كان تقريبا 15 16 14. صف ذهنك من كل شيء، عاوز استرخاء، لان التمرين اصلا هتساعدك على التامل، يعني ظبط بعدين هتحس بالتركيز العالي وهتحس بحراره كمان كده، طاقه واحنا بنعمل التمرين. بشكر طبعا الدكتور هيثم طلعت، وانا قلتها قبل كده اول ما هقابل الدكتور هيثم طلعت تكريما للي هو بيعمله مني هبوس راسه. انا قلت الكلام ده قبل كده وهنفذه ان شاء الله قريبا. بيدعو الى قتل كل ملتحي وكل شيخ. لا والبتاعه بتاعت قال انت بتعادي الاسلام، اسلام يا انت وهو يالا، اسلام يا انت وهو يالا، ايه جاب ده يالا. هو انتوا اي حد تلبسوه؟ لا وعنده لا بجد والله ده لاحظته في بعضكم، انا مش قصدي عليك انت شخصيا يعني، بس ده لاحظته عندكم في مشايخ كتير والله، منافقين ومدلسين اقسم بالله. والله شيخ الفتنه ده، بص ده ما يعني شيوخ الفتنه دول ده ما ينفعش معاه نقاش اطلاقا. ده تكفيري ارهابي، ده يعني ده تجيبه كده في ارض، بص ده يتسجن. فاهمني انت ازاي؟ ده كده يجي قدامك كده ضربه تكسر له ضلوعه تفقع له عين، هو ده يعني ده اللي ينفع والله العظيم مع بعض منكم والله. اما نقاش وبتاع، اذا كنتوا انتم متقبلين ان نبيكم بيلعن وبيشتم، لا دي همجيه. فالهمجي ده ما ينفعش معاه غير، والله ما ينفعش معاه غير الهمجيه، ما ينفعش معاه غير العنف. في اشكال كده ضاله ما ينفعش معاه غير الكلام ده. سمعتوه هو بيحرض على قتل وتكسير ضلوع كل ملتحي وكل شيخ في مصر. قال اول ما تشوفه على طول كسر ضلوعه، خزق له عينيه، واخد بالك انت؟ ده اللي انتوا عايزين نناقشه. بعدين يجي يقول لي ايه ده انت بتنكر الحديث يبقى انت بتنكر القران. اقول له يا ابني ايش جاب لي يا ابني؟ هو اللي قالك انت بتنكر الحديث يبقى بتنكر السنه، لان القران امرنا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانت لما تقول مش هتبع النبي محمد يبقى بتخالف نصوص القران. لا احنا نسلم ونقول سمعا وطاعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصلا ما بيجيبش حاجه من عنده. النبي محمد اللي بيقوله اللي هي السنه وحي زيها زي القران. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زي القرآن بالظبط يعني؟ لا احنا مش بنتعبد بتلاوة الأحاديث، يعني ما بنقفش بقى قال رسول الله في قراءة القرآن، لا في فرق بين القرآن والسنة، لكن من ناحية الوحي الاتنين وحي، القرآن وحي
والسنة وحي. واللي يقول لك السنة وحي يقول له بل ان القرآن نفسه قال ان السنة وحي. فانت لو عايز تاخد بالقرآن يبقى لازم تاخد بالسنة، الا اذا بقى انت بتكذب القرآن وبتكذب السنة، ده امر خاص بيك. الحديث مع انه متكلم في سنده وصححه بعض اهل العلم بيقول لك ان سيدنا جبريل امين الوحي كان بينزل بالسنة على النبي محمد كما ينزل عليه بالقرآن. السنة وحي زيها زي القرآن. من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، أخرج البيهقي بسند صحيح: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويجمع ذلك كله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالجماعة اللي عايزين يقللوا من قيمة السنة بنقول لهم لا، احنا مؤمنين بالقرآن ولذلك احنا مؤمنين بالسنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهمت ولا فهمت ولا هتفهم؟ ان شاء الله باذن الله لعله يكون علما نافعا. هكون معاكم لمده نص ساعه للاجابه على اسئلتكم. تمام؟ علم نافع ايه يا مشخ؟ انت علم نافع ايه؟ انت درست دراسه شرعيه؟ لا. طب انت خريج ازهر او حاجه زي كده؟ برضه لا. طب انت اتعلمت عند مشايخ؟ لا. طب انت بتجيد اي فن من فنون العلم الشرعي؟ لا. طب انت حافظ القران الكريم؟ لا. طب انت حافظ الاحاديث؟ لا، ده انت بتنكر معظمها. طب انت ايه عشان تقول طالع لي بفنان حملات تقول علما نافعا؟ يا عم روح اتنين ب60 ميل عليكم على الاجابه. يعني هتلاقوني انا كنت بتكلم شويه عن الدين وكده. تمام؟ والسنه والشيعه، وان انا قلت ان انا في بعض الاحاديث اللي انا ويعني بعد بحث لقيت ان هي خزعبليه. تمام؟ بتسيء للنبي. يا جماعه الموضوع ابسط مما تخيلوا. قبل ما تحكموا على اي حد لازم تفهموا هو ايه يعني الوايد ثينكينج بتاع الشخص ده. تمام؟ الشخص ده جنس ملته ايه او بيفكر ازاي. وانا في البدايه قلت ان انا
راجل مسلم بحب ربنا عز وجل وبحب سيدنا محمد ومؤمن يعني سيدنا محمد خاتم النبيين، ومؤمن بقول الله عز وجل على نبينا إنك لعلى خلق عظيم، تمام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهكذا. هو عايز يقول لك قبل ما ترد عليا شوف يعني تفكيري عامل يالا انت بشخه، يالا انت ليه عامل نفسك قيمه؟ انت ليه عامل نفسك قيمه؟ انت لولا ان انت بتغلط في النبي وفي الصحابه ما كنا ربنا عليك اصلا يا تافه، يا تافه، يا بتاع السنجل سينكينج والسنجل وايد والكلام اللي انت عمال تقوله ده. انت تافه يالا وبشخه، يالا انت تافه وبشخه وما تفهمش حاجه. هو عايز يقول لكم يا جماعه انا مش بنكر الاحاديث يا جماعه، ده في احاديث انا شايف انها اساءه للنبي، فانا برفض الاحاديث دي حبا وكرامه في النبي. طب بناء عليه رفضتها؟ اهو مزاجي. طيب كل واحد بقى يطلع مش عاجبه حديث يقول لك مزاجي ونرمي الحديث بقى، وبعد كده نخش على القران برضه مش عجباني الايه دي، ها انكر القران كمان بالمره. واحداث سياسيه حصلت كتير والصحابه قتلوا بعض، فوارد اي حد ممكن يكون بيقدس النبي بزياده بيبالغ بزياده ويفضل يحط احاديث يعني غريبه. هو هنا بيقول لك ان الصحابه احتمال يكونوا حوروا وحرفوا وحطوا احاديث وقلبوا احاديث من عندهم، يعني كذبوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت بتتهم الصحابه بكده بقى احاديث سياسيه وانت والله انت لا فاهم اي حاجه باي حاجه. يعني حديث استغفر الله العظيم يا رب ان سيدنا محمد مثلا طول الليل مثلا يفضل يمارس الجنس، يطوف على حوالين النساء كلهم. طب فين صلاه القيام الليل وفين الحاجات التانية؟ اذا كان انت مؤمن بان رسولك مقضيها كده جنس يمين شمال كل شويه وبغسل واحد، في حاجات تحس ان في حاجات مش صح. انا عايز اسال سؤال مبدئيا، يعني هل يليق ان انت تقول ان النبي محمد مقضيها طول الليل؟ رسولك مقضيها كده جنس يمين شمال كل شويه وبغسل واحد، مقضيها طول الليل؟ ينفع تقول كده؟ يعني ينفع نقول ابو جابر مقضيها اي حاجه؟ مقضيها ينفع يا جماعه؟ دي طريقه اسلوب واحد بيحترم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للحديث اللي هو قاله النبي كان بيطوف على نسائه في ليله واحده بغسل واحد، في احاديث بتوضح ده ان هو كان دون مسيس، يعني من غير ما يلمس النساء، يعني كان بيطمن عليهم. طيب فرضنا ان النبي كان بيطوف على نسائه فعلا ويتم عمليه الجماع، انت زعلان ليه؟ انت ليه مزعلك؟ ان كنت انت اخرك وخلاص اسكت اركن على جنب. النبي عنده قوه والنبي مش زينا والنساء محتاجه اشباع، فانت اسكت يا بخل ما تتكلمش. يمكن هو قصده دون غسل يعني بغسل واحد؟ لا، في احاديث وضحت ان النبي صلى الله عليه وسلم عند كل جماع كان بيغتسل، وقال ان ده يعني اكثر نظافه واكثر طهر واكثر مش عارف ايه. وعموما النبي كان بيعلمنا ان الواحد لو عمل حاجه وعايز يكرر يغسل مذاكيره ويكمل تاني لو عايز. فلو واحد متجوز اكتر من واحده وبعدين يا جماعه نام مع زوجته وراح لزوجه ثانيه يغسل مساكيره فقط كما كان يفعل النبي. فالنبي عمل كده عشان يورينا ان ده جائز، يعني ده تعليم، مقام تعليم. يا بخل، شفت بقى ان الحديث اللي مش عاجبك بكل بساطه اهو وضحنا لك ان ما فيهوش حاجه. في بعض المشايخ بتاعت الفتنه والضغينه اي واحد بيتكلم بشكل مختلف عنهم، عارف، ملحد، لا اما علماني، لا اما يعني تحس ان الناس دي استغفر الله يا رب، بس هم واخدين رخصه من ربنا كده ان هم ايه، عملوا اختراع، مجموعه علوم كده عملوا اختراع، معرفش علم الرجال وعلم الحديث وعلم ايه والمفسرين الايه، مع ان ربنا عز وجل بيقول افلا تتدبرون القران ولو كان من عند غير الله. تمام، يعني القران ده لو من عند ربنا عز وجل لوجدنا فيه ايه، او وجدته فيه اختلافا كثيرا، هتلاقوا فيه اختلاف كثير، وفعلا ده اللي احنا بنشوفه. انت مش قلت ان القران الكريم هو السند بتاعك اللي بتعتمد عليه؟ طب احفظ القران الكريم. طيب بلاش، جهز الايات اللي انت عايز تتكلم عليها واكتبها، ولما تيجي الايه اقراها من الورق. لا ولا كده ولا كده يا عم، انت احتقنا يخرب بيت ابوك. زائد لغى علم الحديث وعلم الرجال، هو قاعد كده بفنان الحمالات، علم الرجال لا، علم الحديث، علم التفسير. طب ما انت مش فاهم حاجه، انت حمار، ده اللي الناس عايزه تفهم. انت بغل، نعمل لك ايه يعني؟ انت حمار بغل، بتلغي احاديث كامله. العالم كله يا جماعه بيحسد المسلمين على علم الرجال وعلم الحديث، مش موجود في اي ديانه في العالم علم الرجال وعلم الحديث ده. والشروط الدقيقه اللي وضعت من اجل حفظ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم ادخال على كلام النبي ما ليس منه ولا كلمه واحده. ده في بعض الاحيان يا جماعه يكون حديث يقول لك ايه، صح بكلمه كذا ولكن لم يصح بكلمه كذا. يعني مثلا اقول مثلا
لو قالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ممكن يقول لك ده صح، لكن في بعض الأحاديث تقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالمسواك عند كل صلاة. يقول لك ده ضعيف، ليه؟ لأنه لم يرد بكلمة المسواك، ورد بالسواك. أو لأمرتهم كنت تتغير إلى لطلبت منهم. الكلمة الحرف، لا العلماء يقفوا يقول لك الحديث ما فيهوش الكلمة دي ولا الحرف ده. والبغل ده عايز يلغي علم الحديث وعلم الرجال وهو قاعد كده بالفانيلا الحمالات. ده اللي موجود دلوقتي. ده اللي موجود دلوقتي. فالمهم مجموعة من العلماء اخترعوا مجموعة من العلوم وعايزك تمشي عليها. طب تلاقي العلم ده مثلا موجود في القرآن الكريم مثلا؟ مش موجود في القرآن الكريم، لا. واللي يمشي ورا العلم ده يبقى مش عارف كافر او حاجة. الغريب في الموضوع بقى ان لو رحت برضو عند اخواتنا مثلا الشيعة هتلاقي هم كمان حاطين علوم، واللي يمشي عكسهم كمان يبقى نفس الفكرة، يبقى ضال ويبقى كافر. انت بقى عايزنا، انت بتنكر الاحاديث، مش عارف تقرا قران وبتفتي وانت بغل ما بتفهمش، يطلع بقى اللي انت بتقول عليهم مشايخ الضغينه اللي انت بتؤمر اتباعك او اللي مطيعين ليك يعني ان هم يخزقوا لهم عيونهم ويقتلوهم، انت اللي بتؤمر بكده. لما يسمعوا منك ده كله يقولوا لا الواد جابر ده ايه شيخ الاسلام ابن تيميه ولا يجي حاجه جنبه، ده عالم كبير يا جدع انت، اسمعوا كلامه. طب ما طبيعي يقولوا عليك ملحد ويقولوا عليك. لكن انا ما بقولش ان هو ملحد يا جماعه ولا منكر للسنه، هو اهبل وربنا اهبل. اخترعوا مجموعة من العلوم وعايزك تمشي عليها. طب تلاقي العلم ده مثلا موجود في القرآن الكريم مثلا؟ مش موجود في القرآن الكريم، لا. واللي يمشي ورا العلم ده يبقى مش عارف كافر او حاجة. الغريب في الموضوع بقى واحدة طيب، يعني علم الرجال وعلم الحديث وعلم التفسير مش موجود في القرآن الكريم، فانت مش هتاخد بيهم. جميل. العصر كام ركعة؟ مش موجود في القرآن الكريم. المغرب كام ركعة؟ مش موجود في القرآن الكريم. الفجر كام ركعة؟ مش موجود في القرآن الكريم. يبقى مش هتصلي بيهم بقى، هتاخد السنة. ما انت ما بتاخدش الاحاديث بمزاجك يعني. انا هتهبل والله، اهبل. وبعدين بيقول لك اخواننا الشيعة عندهم، احنا مالنا ولا الشيعة؟ هل اذا تعددت المقالات نرمي كله؟ ولا العقل بيقول نشوف مين معاه الحق ومين معاه دليل؟ السنة معاهم الحق اتبع الحق، الشيعة معاهم الحق نتبع الحق. انما اخواننا الشيعة بيقولوا زينا، ايه انا انت اهبل هنا؟ انا بسألك ليه؟ انت اهبل فعلا. لو جيت سألت مثلا أي حد عن سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عمرو بن العاص، لو جيت سألت مثلا أي حد عن سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا خالد بن الوليد، وسيدنا طلحة، وسيدنا الزبير، هتلاقي الكل عارفهم. الغريبة نفس الصحابة دول خش عندي الشيعة هوريكم صحابة زيهم برضو بالظبط. في صحابة تانيين، صحابة رسول الله برضو عادي كانوا معاه، واصحابه مقربين من رسول الله، بس احنا كسنة ما نعرفهمش. يعني احنا كسنة مش منتشرين عندنا جامد. تحس ان في حاجة غلط، يعني تحس ان دول خدوا مجموعة من الصحابة ودول خدوا مجموعة من الصحابة ودول بيعاندوا بعض. في مثلا صحابي جليل اسمه عمار بن ياسر، تمام، وصحابي اسمه سلمان الفارسي، وصحابي اسمه ابي ذر الغفاري، والمقداد بن الاسود، وعبد الله بن عباس والعباس. دول صحابة. يعني لو جيت مثلا تخش على عمار بن ياسر على الويكيبيديا وتلاقي عمار بن ياسر ده صحابي من مواليد بن مخزوم ومن السابقين من الاسلام، من السابقين يعني من الاوائل يعني، تمام، وهو من الناس اللي هاجروا، يعني صحابي. بس احنا كاهل السنه لو جيت سالت اصلا حد في الشارع عن عمار بن ياسر ده مش تعرفه، تمام. يا ابني احنا مالنا ومالك؟ انت اهبل. انت ليه بتقول احنا كسنه؟ انت اهبل، ما تقولش احنا كسنه. بيقول لك الصحابه، هو عايز يقول ان حديث العشره المبشرون بالجنه ده حديث مش صحيح. ليه؟ قال لك عشان الشيعه بيكرهوهم. احنا مالنا يا ابني؟ فرضنا حديث دلوقتي في قمه الصحه، جه واحد قال لك انا ما بحبش الصحابي ده فانا نلغي له الحديث عشان هم ما بيحبوش يعني. وبيقول لك مثال سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. احنا السنه ما نعرفش عمار بن ياسر. مين قال لك ان انت مش السنه؟ يالا انت اهبل يالا. انا يا جماعه كنيتي ابو عمار. انا لما قرات حديث، والحديث يعني فيه مقال ان الجنه لتشتاق لعمار، فانا سميت ابني الكبير عمار. اهو شفت بقى العمليه سهله ازاي؟ انا مسمي ابني الكبير عمار، قلت عمار ابن تامر زي عمار بن ياسر، وانا اتقرب الى الله بحب سيدنا عمار بن ياسر، ابن اول الشهداء في الاسلام. وفي عشرات الاحاديث في البخاري ومسلم وكتب السنه
عن روايه عمار، وكل السنه بتحب سيدنا عمار. طب في صحابي تاني السنه ما بيدولوش حقه يعني؟ او سلمان الفارسي اهو صحابي برضو ومولي للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد رواه الحديث النبوي ومن اوائل برضو الصحابه، يعني حد قوي. سلمان الفارسي ده احنا ما نعرفوش مثلا. سلمان الفارسي يا ابني اسمه سلمان الفارسي. وابو ذر، مش ابو زر، زر ايه هو طربوش هتحط له زر؟ ابو ذر الغفاري، وكل السنه بيحبوا ابو ذر الغفاري وسيدنا سلمان الفارسي. وانا اعرف صحابي كتير مسمين ابنهم سلمان تبركا بسيدنا سلمان الفارسي. فده مش مقياس، مش عشان الشيعه بيكرهوا حد تروح انت ايه؟ لا الحديث ده مش صحيح. ايه الغباء ده يا جماعه؟ ايه الغباء ده؟ فرد ظهرت دلوقتي طائفه اسمها مثلا يعني، طب ما انا اقول لك حاجه ظريفه، طب ما الشيعه بيقولوا ان القران بتاعنا محرف، والشيعه بيقولوا ان القران بتاعنا مش هو ده اللي نزل على النبي محمد، وان القران الاصلي نزل مع سيدنا علي. بنفس المنطق بقى، هل هترفض القران؟ يهبل يا ابن انا مش عايز اشتم يا جماعه عشان ما ياخدش الكلام ده ويرد عليا يقول لك شتموني ما ردوش عليا ويهرب من الالزامات اللي انا بعملها ليه. بس هو مستفز والله، مستفز. المبشرين بالجنه دول عند الشيعه اغلبهم بيكرهوهم ما عدا سيدنا علي بن ابي طالب. يعني احنا عندنا ال10 مبشرين بالجنه دول عند الشيعه اغلبهم بيكرهوهم ما عدا سيدنا علي بن ابي طالب، لكن عند السنه احنا دول لازم ندافع عنهم. وفي 3 تقاتلوا مع بعض، يعني سيدنا علي بن ابي طالب تقاتل مع سيدنا طلحه ومع سيدنا والزبير. تحس ان في حاجات تم اختراعها بعد وفاه الرسول ب 250 سنه. يعني مثلا ليه في ال10 مبشرين بالجنه ما اتكتبش مثلا سيدنا معاويه؟ يعني معاويه بن ابي سفيان ده يعني واحد لا يختلف اطلاقا عن، برضه هو بيطعن في صحه الاحاديث وبيطعن في حديث ال10 المبشرون بالجنه، مع ان الحديث في اعلى درجات الصحه. ليه؟ علشان الشيعه بيكرهوا الناس دول، وان في 3 من الصحابه دول تقاتلوا. تاني ونعيد تاني ونكرر، الصحابه لا تتقاتلوا يا جماعه، قلناها في الحلقات اللي فاتت دي برضه بردا على بعض الملاحده وكده. كان نيتهم ايه؟ سيدة عائشه وسيدنا طلحه وسيدنا الزبير كان نيتهم الاخذ بصقر سيدنا عثمان بن عفان لانه مات مغدور مظلوم. طب وده نيه طيبه ولا نيه سيئه؟ نيه طيبه. طب وسيدنا علي ظن ان سيدنا الزبير وطلحه عايزين يخرجوا على حكمه، فهو بيدافع عن حكمه كولي امر. طب هو هنا سيدنا علي نيته صالحه ولا فاسده؟ صالحه. وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاكم اذا اجتهد واصاب له اجرين. يعني لو قلنا ان الحق مع سيدنا علي يبقى سيدنا علي اجتهد واصاب يبقى ليه اجرين. طب وسيدنا طلحه والزبير اذا اجتهدوا واخطاوا يبقى لهم اجر واحد بس اللي هو اجر الاجتهاد. اما الاصابه هم لما ما كانش معاهم الحق يبقى ليهم اجر واحد. يعني الفتنه والقتال اللي بيتم ما بين الصحابه اما كان واحد هياخد اجر او واحد هياخد اجرين. انت مالك بقى انت يا ابن البغي؟ قام الى سيدنا علي ابن رفاعه ابن رافع فقال يا امير المؤمنين اي شيء تريد؟ انت واخدنا ورايحين فين؟ واين تذهب بنا؟ فقال اما الذي نريد وننوي فالاصلاح مش الحرب. ان قبلوا منا واجابوا اليه. يعني سيدنا علي بيقول لواحد من اللي معاه احنا هدفنا الاصلاح. ليه؟ الاصلاح ان يريدوا يصلحوا معانا. قال فان لم يجيبوا اليه قال ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال له طيب يا امير المؤمنين فرضا ان هم ما قالوش نعمل اصلاح، قال له ندعهم نسيبهم زي ما هم وما نقربش منهم. قال فان لم يرضوا قال ندعهم ما تركونا. قال له طب فرضنا هم ما قبلوش كمان دي، قال ندعهم ما تركونا، يعني هم لو هيجيبوا علينا كده نبعد احنا عنهم. قال فان لم يتركونا قال امتنعنا منهم. طيب قال له كمان طب فرضنا هم بيهجموا علينا واحنا بنبعد عنهم نعمل ايه؟ قال له نمتنع منهم. يعني ايه نمتنع منهم يا جماعه؟ يعني ما ادلوش فرصه ان هو يقتلني، ابعد عنه عشان هو ما يقتلنيش، انا مش عايزه يقتلني، مش عشاني عشانه هو. قال فنعم اذا. فقام اليه الحجاج بن هزيح الانصاري فقال لارضينك بالفعل كما ارضيتني بالقول والله لينصرني الله كما سمانا انصارا. ثم تراسل الناس في الكلام ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدعون الناس الى النفير الى امير المؤمنين فانه انما يريد الاصلاح وليس الحرب بين الناس. وسمع عمار رجلا يسب عائشه فقال اسكت مقبوحا مندوحا اسكت انها لزوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنه والاخره. لان سيدنا عمار بيروي حديث ان عائشه ام المؤمنين زوجة النبي في الحياه وفي الاخره في الجنه. فقال له اسكت سيب السيده عائشه. يعني ما كانش فيهم كراهيه وضغينه انما كانت فتنه وحصلت. رواه البخاري لما راحوا سيدنا علي بعت القعقاع رسولا الى طلحه والزبير في البصره فقال لهم انتوا جايين ليه؟ الاول راحوا للسيده عائشه قالوا ام المؤمنين ما اقدمك هذه البلده؟ فقالت اي بني الاصلاح بين الناس. نركز. يعني سيدنا علي بعت سيدنا القعقاع للمعسكر الثاني عائشه وطلحه والزبير
فقابل الاول السيده عائشه: انت جايه ليه يا امنا يا ام المؤمنين؟ قالت: يا بني انا جايه من اجل الاصلاح. ومن شويه ده سيدنا علي كان عايز ايه؟ الاصلاح. اي ما لسه الزبير وطلحه. فسالها ان تبعث الى طلحه والزبير ليحضرا عندها، فحضر. فقال القعقاع: اني سالت ام المؤمنين ما اقدمها؟ فقالت: الاصلاح بين الناس. فقال: ونحن كذلك. يعني لما بعتوا جابوا طلحه والزبير رضي الله عن الجميع، ام المؤمنين بتقول هي جايه من اجل الاصلاح وليس الحرب، وانتوا قالوا ونحن كذلك من اجل الاصلاح. قال: فاخبراني ما وجه هذا الاصلاح، فوالله لئن عرفناه لنصطلحن ولئن انكرناه لا نصطلحن. قال: قتلت عثمان، فان هذا ان ترك كان تركا للقران. يعني سيدنا القعقاع قال لهم: طيب انتوا عايزين تصطلحوا واحنا عايزين نصطلح، نشوف انتوا عايزين تصطلحوا على ايه طلبكم؟ لو لقيناه مناسب نصطلح، مش مناسب لا نصطلح. فقال له: قتلت عثمان. القصاص في القرآن الكريم. عثمان الخليفة الراشد قتل غدرا. قتلت عثمان موجودين في جيش علي، تمام؟ وعلي طبعا سيدنا علي مش راضي عن كده، ما علينا يعني. فقالوا قتلت عثمان. أرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للإصلاح. ففرح هؤلاء وهؤلاء، وقام علي في الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقائها وذكر الإسلام. يعني السيدة عائشة كمان بعتت لسيدنا علي قالت إنها جاية من أجل الإصلاح. ده اللي حصل. في فتنة حصلت، أي نعم. مين عملها بقى؟ قتل سيدنا عثمان. في البداية والنهاية برضه. ثم قال سيدنا علي قال: ثم قال: ألا بالأحمر ده يا جماعة: ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا ولا يرتحل معي أحد أعان على عثمان بشيء من أمور الناس. فلما قال هذا اجتمع من رؤاسهم جماعة كالأشطر النخعي وشريح بن أوفى وعبد الله بن سبأ ده ابن السوداء اللي هو ده عبد الله بن سبأ مؤسس فرقة الشيعة، وعلباء بن الهيثم وغيرهم في 2500 وليس فيهم صحابي واحد ولله الحمد. يعني قتلت عثمان ليس فيهم صحابي واحد. ركزوا يا جماعه. سيدنا علي قال للجيش بتاعه: يلا انا راجع وما يرجعش معايا واحد من قتلة عثمان. اقفوا انتوا هنا بقى، طلحه والزبير يتصرفوا معاكم يعني. طب هيعملوا ايه بقى قتلة عثمان؟ يسكتوا؟ لا. فقالوا: ما هذا الرأي علي والله أبصر بكتاب الله وهو ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلى العمل بذلك، وقد قال ما سمعتم غدا يجمع عليكم الناس وإنما يريد القوم كلهم أنتم، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟ فقال الأشطر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا. يعني طلحة والزبير عايزين يقتلوا قتلة عثمان، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا، فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا بعثمان، نقتل علي زي ما قتلنا عثمان. رضي القوم منا بالسكوت. فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت، لو قتلناه قتلنا، فإنا يا معشر قتلة عثمان في 2500 وطلحة والزبير وأصحابنا 5000 ولا طاقة لكم بهم وهم إنما يريدونكم. فقال علباء ابن الهيثم: دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها. فقال ابن السوداء: يخرب بيته، بئس ما قلت، إذ والله كان يتخطفكم الناس. ثم قال ابن السوداء قبحه الله: يا قوم. قبل ما نقول ابن السوداء قال إيه؟ الجماعة بتوع قتلة عثمان قالوا: ها هنعمل إيه بقى؟ دلوقتي علي وعائشة وطلحة والزبير هيصطلحوا، وعلي قال أرجع ومفيش حد يجي معايا من قتلة عثمان. ابن سبأ اللي هو مؤسس دين الشيعة قال: يا جماعة الاتفاق ده هيجي علينا احنا على دماءنا هنموت. فقالوا خلاص لو علي قرر كده نقتل علي كمان كما قتلنا عثمان. فقال: لو عملتوا كده هنتقتل، هيقتلونا، ده جيش طلحة والزبير اللي هو الأقل في العدد 5000 واحنا أقل منهم، هيقتلونا. فواحد تاني قال: خلاص نهرب إلى الأمصار والبلدان. قال لك هيجيبونا واحد واحد. ابن السوداء بقى اللي هو عبد الله بن سبأ قال إيه؟ فقال نكمل: إن عزكم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر. فابن سبأ قال لهم: إن عزكم يعني أنتوا مصلحتكم في خلطة الناس، تخليها مهرجان. فإن تقارب الجيشين فانشبوا القتال بينهم، يعني إيه؟ خلوهم يدبوا بعض وما تدهمش فرصة للنظر، يعني ما خلوهمش حتى يفكر ده طلحة، لا ده الزبير، لا بص خلي المعركة تبقى دايرة على طول يعني. وأصبح علي مرتحلا ومر بعبد القيس فصار معه حتى نزلوا بالزاوية وصار منها يريد البصرة، وصار طلحة والزبير معهم للقائد، فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد ونزل الناس كل في ناحية وقد سبق على علي جيشه وهم يتلاحقون به، فمكثوا 3 أيام الرسل بينهم فكان ذلك من نصف جمادى. يعني سيدنا علي رحل فعلا وراح له الزبير وراح له طلحة لينضموا إليه كمان، لكن أول ما هيبات الجيشين
هيبتدي بقى لما قتلت عثمان سهام من ناحيه جيش سيدنا علي طخ 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 تنزل على جيش طلحه والزبير واصيب سيدنا طلحه، وكمان سهام من تبعهم من ناحيه طلحه طق 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 في جيش سيدنا علي. انتوا بتغدروا فقامت المعركه ما بين الاثنين. يعني فتنه كانت ما بين الصحابه. واحنا اهل السنه والجماعه مذهبنا السكوت عما شجر بين الصحابه. يعني لولا الحيوان ده جاب السيره المفروض احنا ما نتكلمش في كده، نقول رضي الله عن الصحابه وخلاص. مع سيدنا ايه والزبير، تمام؟ تحس ان في حاجات تم اختراعها بعد وفاه الرسول ب 250 سنه، وبرده دماغك دايما تجيب. يعني مثلا ليه في العشره المبشرين بالجنه ما اتكتبش مثلا سيدنا معاويه؟ يعني معاويه بن ابي سفيان ده يعني واحد لا يختلف اطلاقا عن سيدنا عمر وعن سيدنا علي في مكانته. خش ابحثوا عنه هتلاقوا واحد اصلا كانوا من كتاب الوحي، وواحد ساهم في نشر الدين بامواله وكان غني وفي الغزوات. يعني ده كان جامد جدا، كان جامد جدا جدا. فهل مثلا البخاري او صحيح مسلم ما حطوش في العشره المبشرين بالجنه عشان مثلا معاويه بن ابي سفيان كان من ضمن الناس اللي عملوا فتنه والصحابه ماتت بسببه، فهم مثلا ما رضيوش يحطوه في الحديث ده مثلا؟ فانت لو جيت فكرت في الامور هتحس ان في بعض، يعني تحس ان في حاجات ان النبي اصلا بريء عنها. من غبائه القوي بيقول ايه؟ بيقول لك ليه ما كتبش معاويه؟ ده بعد شويه هيشتم معاويه يقول عليه مجرم. اصبر بس اصبر، ده انسان حيوان. المهم يعني بيقول لك ليه ما كتبش معاويه؟ يمكن عشان عمل فتنه وكان ضد سيدنا علي. طب ما يا غبي انت قلت ان العشره المبشرين في الجنه بينهم الزبير وبينهم طلحه. طب ليه كتب الزبير وطلحه وهما برضو كانوا في قتال مع سيدنا علي؟ ليه ما فكرتش بأنبولتك دي؟ ما انت بتفكر من هنا ولا من تحت، الله اعلم انت بتفكر مين. عميتين غباء اهلك يا غبي. هو اصلا حديث العشره المبشرين بالجنه الصحابه هم اللي الفوه يعني؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكتب اسم معاويه او عمار بن ياسر لسبب بسيط، ان النبي هو اللي قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه. ده كلام النبي، فالصحابه دونوا كلام النبي مش اكتر ولا اقل يعني. زائد يا جماعه احنا اهل السنه نؤمن ان مش العشره المبشرين ده في كتير مبشرين بالجنه. مثلا سيدنا عكاشه بن محصن قصته مشهوره قوي. النبي قال له انت منهم يا عكاشه، يعني انت من اهل الجنه. ام عماره النبي دعا لها هي وولديها ان هم يبقوا في الجنه، ودعاء النبي مستجاب. يعني في ناس ثانيه مبشرين بالجنه غير العشره مبشرين بالجنه. السيده خديجه مبشره بالجنه، بلال مبشر بالجنه. فمش قصه 10 يا غبي، الا قله قليله. احنا نعرف مين بقى اللي انا بقول لك عليهم بقى؟ سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر الصديق، لا، ونحطهم العشره مبشرين بالجنه. تحس الموضوع عند ان انا هخلي المسلمين يحفظوا دول عشان تعاند مع الشيعه، لازم تكون عارف دول، مع ان في صحابه تانيين يستحقوا ان هم يكونوا موجودين في العشره المبشرين بالجنه. فالموضوع ده تحس انه في شبهه اصلا، تحس ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الحديث. النبي بريء عن الاحاديث دي كلها. ليه بقى؟ هو شايف كده، هو شايف ان النبي بريء، ما ينفعش الحديث ده. طيب لو جيت بعد شويه وقلت له في بعض الناس كتبوا له في التعليقات هو زعلان من حديث مثلا العنوهن فانهن ملعونات. طب ما في ايات بتدعو الى اللعن، في ايات فيها لعن. يبقى بالمنطق وبالعقل بتاعك اللي هو تحت عندك مش فوق، يبقى تلغي الايه. الغي الايه بقى، ما تلغي الايه لا يا ابن او سلمان الفارسي اهو صحابي برضو ومولي النبي صلى الله عليه وسلم واحد رواه الحديث النبوي ومن اوائل برضو الصحابه، يعني حد قوي. سلمان الفارسي ده احنا ما نعرفوش مثلا. يا ابني احنا مين؟ انت بتتكلم بلسان السنه ليه؟ احنا كسنه بنحترم ونحب كل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي كانوا مع جيش سيدنا علي، ونتقرب الى الله بحبهم. سيدنا علي وسيدنا عمار بن ياسر وسيدنا ابو ذر الغفاري وسيدنا سلمان الفارسي او غيرهم كمان. احنا مالناش دعوه بالفتنه اللي تمت بينهم، احنا بنحب مقبل الصحابه كلهم. وبعدين ما فيش صحابي كبير وصحابي صغير، كلهم كبار وكلهم على الراس والعين. انت بقى غبي اهبل، ما تخرب بيتك. انا بقى عليك هتجيب لي جلطه ثانيه، الله يخرب بيت اهلك. لو قال لحد معين، انسان معين، انت في الجنه، خلاص ممكن الشخص ده يحصل له خلل. طيب لو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثلاثه مثلا، سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا طلحه بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن العوام، لو الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا في زمنه وهم عايشين قال لهم انتوا في الجنه،
ركزوا معايا، انتوا في الجنه خلاص، كل واحد ضمن الجنه. بعدين لما سيدنا عثمان بن عفان مات سيدنا طلحه والزبير راحوا للسيده عائشه عشان يعني يشوروها وكده، ورفضوا. يعني سيدنا طلحه وسيدنا الزبير وسيدة عائشه رفضوا ان هم يدوا الخلافه لسيدنا علي. تمام؟ ودي كانت الموقعه الاولى، الحرب الاولى، حرب الجمل. فيعتبر طلحه والزبير كانوا في الصف الثاني اللي بيحاربوا سيدنا علي. ويشاء القدر ان اتباع سيدنا علي او جيش سيدنا علي يقتلوا مين؟ وبعدين يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، هو بيقول لك لو النبي قال لحد انت مبشر بالجنه قال لك هيحدث له خلل. ليه؟ يعني مش هيصدق ان هو بقى مبشر بالجنه؟ لا يعني اقعد انا بقى ما اعملش حاجه، اقعد بقى في مكان، اقعد في كهف اتعبد، ما اعملش حاجه خالص. ده انت عشان مخك على قدك غبي وحمار. لكن الصحابه مش كده، تم النبي نفسه مبشر بالجنه، ولا في فيها شك كمان؟ طيب مش كان بيقيم الليل كله؟ والسيده عائشه تقول لك حتى تتفطر قدماه، فقالت يا رسول الله ألم يبشرك الله بالجنة؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالصحابة ما بيتوكلوش. يعني إيه ما يتوكلوش؟ يعني مش معنى إن إحنا مبشرين بالجنة نقعد بقى، لا، ننصر الحق زي ما هم شايفين من وجهة نظرهم، نجتهد يعني. أنت أصلا لو جيت تمشي بالتسلسل كده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جيت تمشي بالتسلسل الزمني، تمام؟ سيدنا أبو بكر الصديق قال مقولة جميلة جدا، قال من كان يعبد الله فالله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد إيه؟ مات. تمام؟ بيقولوا بقى إن حصل فيه ردة، وفي ناس مش عاوزة تهرب، مش عاوزة تدفع الجزية. تمام؟ بيقولوا بقى إن حصل فيه ردة، وفي ناس مش عاوزة تهرب، مش عاوزة تدفع الجزية، وسيدنا أبو بكر الصديق حارب ناس حروب الردة، وفي كتير من الصحابة ده يموتوا عشان يجمعوا القرآن. ثم سيدنا أبو بكر مات، ثم سيدنا عمر بن الخطاب، ثم اللهم صل على رسول الله سيدنا عثمان بن عفان. طبعا في المراحل دي كلها كانت في بعض الناس بتعتقد ان الخلافه المفروض كانت تكون لسيدنا علي. ما علينا. يقول لك لما مات النبي محمد وتولى سيدنا ابو بكر، في ناس رفضوا يدفعوا الجزيه. جزيه ايه يا راجل؟ ده اللي لو جبت عيل في اولى اعدادي هيعرف ان حروب الرده بسبب مانعي الزكاه وليس الجزيه، ثم ان الجزيه اصلا لا تفرض على المسلمين. يا غبي يا غبي، الجزيه دي بتفرض على اهل الذمه، يهود نصارى فرس وهكذا. لكن اللي امتنعوا عن دفع الزكاه دي بسببهم حروب الرده. وسيدنا ابو بكر قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدوها لرسول الله لحاربتهم عليه، زي ما كانوا بيدفعوا للنبي يدفعوا لي للدوله. يعني مش الجزيه يا غبي. في حد ما يعرفش المعلومه دي يا جماعه وطالع بالفانلة الحملات وبيتكلم في الدين؟ بعد ما سيدنا عثمان بن عفان بقى مات، تمام؟ هنا بقى يعني المشكله الكبيره بقى، في جزء من الصحابه شايف ان لازم القصاص يتاخد الاول، وفي جزء من عند سيدنا علي واتباعه شايفين ان لازم يكون في خليفه علشان ما يحصلش فتنه بين المسلمين. تمام؟ لازم ما يحصلش فتنه. بس سيدنا المعركه الاولى طبعا موقعة الجمل سيدنا علي انتصر فيها، ثم بقى معاويه بن ابي سفيان بقى نشف راسه جامد 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 جامد. تمام؟ وحصلت بقى الفتنه الكبرى موقعة صفين. طيب انا عايز اقول حاجه لاهل السنه، تمام؟ اللي انا يعني انا بعتقد ان انا منهم يعني. انت منهم، واحنا اللي احنا مش منهم. انت منهم، انت لوحدك اهل السنه واحنا اللي مش منهم. خلاص ارتاح بقى وانبط. تمام؟ تاني مساله الفتنه ما بين الصحابه يا جماعه، واحد اجتهد واصاب، واحد اجتهد واخطا، والاثنين على خير. اللي اجتهد واصاب ليه اجرين، اجر الاجتهاد واجر الاصابه، واللي اجتهد واخطا ليه اجر واحد بس، اجر الاجتهاد، وكلهم مأجورين وكلهم في الجنه باذن الله. فاحنا نكف لساننا عنهم. طبعا بيقول لك سيدنا معاويه نشف دماغه جامد جدا 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 جدا. بعد شويه هيقول لك يزيد ده مجرم زي ابوه معاويه، هيقولها كده صراحه، وهيشتم النبي وهيسيء النبي. ده هيقول ان النبي سب الدين. الاثنين من الرجال كانوا داخلين على النبي. طب اعمل ايه يا جابر؟ اعمل ايه يا جابر؟ ما انا بقدم محتوى كل غفوق قتال وكده، مش قوي، مش واكل مع الناس. اوبا الحاجه بقى اللي ما بتخيبش ايه؟ اسب الصحابه واسب النبي محمد. ده انت جبت ليفل فوق خالص. يعني انت ما بداتش طعن شبهات، لا، ده بدات بسب النبي وسب الصحابه ومهاجمه السنه والدفاع عن الشيعه. النبي بيبص لواحده كده نظره جنسيه كده طويله. النبي بيبص لواحده كده نظره جنسيه كده طويله. عنصري. عطيها الرسول انا على عنصريه. في رجلين قتلوا رسول الله فاغضبوه، قالوا له حاجه ضايقته، الرسول سب لهم ولعنهم. تؤمن انت ان رسولك ما عندوش ثبات انفعالي؟ لو واحد مضايقه يروح سب ولعنه على طول؟ ثبات انفعالي. طب انت راجل محترم، لو حد ضايقك يعني النبي بيتعارض. النبي قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد من تملك نفسه عند الغضب. صح؟ ده حديث. لا، حديث تاني
في رجلين قتلوا الرسول، ضايقوا الرسول اغضبوه، فالرسول الله يلعنكم وسبلهم بقى الدين وسبلهم بقى الدين وسبلهم بقى الدين وسبلهم بقى الدين. ولما رد عليه الاخ محمد سمير قال لك كذب عليا، انا ما قلتش ان النبي سب الدين لاثنين صحابه. جاب كلمه صحابه دي منين؟ انا بقول ان في راجلين دخلوا على النبي سب لهم الدين. دي البدايه بس يا جماعه. دول يعني دول لو جمعتوهم المقاطع بتاعته هيوصلوا لهم مثلا 14 15 دقيقه المقاطع بتاعته بس، مش ردي عليه. انتوا متخيلين ان دول الكوارث دي كلها في 20 دقيقه وطالع في لنا حملات وعامل بس يقول لك ايه؟ لعلها تكون يعني علم ينتفع به. ياتك 60 نيله على العايزه خلف يا محمد. احنا برضه هنعمل لك محضر هيطلع من بص من نخاشيش اهلك. اصبر بس عليه. تدعو لقتل الملتحين. اقسم بالله انت لو انت فاكر ان هو بتوع الكونغ فو دول هينفعوك. عارف سلمان الحلبي؟ والله كنا قعدناك على الخازوق. تدعو الى قتل الملتحين. طب فين الدوله من ده كله؟ مش هنقول سب النبي يا جماعه. ده لما في لوحه عرضت بعض الحاجات اللي شافوها مسيئه لرئيس الدوله عندنا، شارع فيصل كله قفل والدنيا بص محد وموال وكله بيتكلم عليه. طب وسب النبي وسب الصحابه ولا هو افضل من النبي والصحابه؟ فين الدوله؟ انا مش بحرض دلوقتي على الحاكم او حاجه، انا بتكلم على يعني زي ما سخنتوا قوي على الحاكم اسخنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه. ولا ايه؟ ولا انتم مشجعين حاجه زي كده؟ قولوا لنا والله لو انتم مشجعين حاجه زي كده قولوا لنا يا جماعه عشان احنا ما نستنجدش بيكم تاني ولا نطلب منكم حاجه تاني. يا جماعه انا لا ادعو الى التعرض لهذا الشخص وانما ادعو الى محاكمته. انا مش زيه هقول لو قابلته في الشارع اخزقوا له عينيه وكسروا له ضلوعه زي ما هو بيقول ويدعو الى قتل الملتحين يعني. لكن انا بقول ارفعوا عليه قواضي يا جماعه للمحامين، واي محامي عايز المقاطع دي ارسلها له على الراس والعين، ما عنديش مشكله يعني. واستنوا بقى لما هو بيتهم النبي ان هو عنصري بصريح العباره وان هو جنسي، النبي جنسي تمام، وبينظر للنساء نظرات جنسيه وبيسب الدين للناس في عهده. ده بلاوي سودا هيقولها والفاظ لا طريق ان يقولها عليا انا، فبيقولها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول له بس يلا يا جابر يا ابن الهبله انت، في غيرك كتير جدا اساوا للنبي وراحوا وانتهوا، وانت هتروح وتنتهي زيك زي اللي قبلك. سابق النبي سابق الاسلام يا ولاد الجزم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعتذروني يا جماعه عن العصبيه او السب والشتم، والله الواحد مش عارف يا جماعه، مش عارف انا مريض اصلا، عندي ضغط على المخ والدنيا بايظه، واللي المفروض العصبيه دي غلط عليا والله، بس انا اعمل ايه طيب؟ تخيلوا انت فاكر انت ايه بتاخد المقاطع على الجاهز، لكن انا بقى عمال اسمع في كلام وعارف ان هو قال كده بعد كده وحاجات، فاعذروني لله. طب انت هل شفت يا تامر سبوا للنبي وصفه ان هو عنصري بيبص للنساء نظرات جنسيه وانه قال النبي بيسب الدين وكده؟ شاهدت المقاطع دي مش عند محمد سمير، عندي انا على الكمبيوتر يا جماعه، انا عندي على الجهاز الملفات بتاعته والبثوث بتاعته، حتى هو خفى ملفين ورجع عرض جزء منهم تاني، وعندي تفريغ كامل للبلاوي السوداء اللي هو قالها. انا هوريكم دلوقتي تفريغ لحلقاته بالثانيه، يعني في الدقيقه كذا قال كذا، في الدقيقه كذا قال كذا، في الدقيقه كذا قال كذا. للثلاث بثوث اللي هو حاططهم على الفيسبوك، اللي حاططهم على اليوتيوب،
ولا زال بيعمل بثوث لحد النهارده، وما زالت الاساءه مستمره حتى الان. لكن انا لم اعتمد على التفريغ ده، وانما شاهدت المقاطع بنفسي ورب الكعبه. انا بيتكلم عن الاخ محمد سمير، بيقول لك شيخ منافق ومدلس وبيسيء نيتي وبيحرف مقصده، يبقى فاضل بالنسبه لك ايه؟ كلكم اشكال وسخه زي بعض، لا تستحقوا الا الاهانه والضرب المبرح او المبرح حتى تفوقوا من هذه الاوهام يا افشل العقليات على وجه الارض. يعني بيقول لك اللي زي محمد سمير افشل عقليات ولا يستحقوا الا الضرب المؤلم. تمام؟ هو في التسجيل الصوتي اللي انا سمعته لكم بيقول لك ايه؟ كسر الضلوع وخزق العيون كمان. هو بتاع الكونغ فو بتاعه موقفه على رجليه يعني. يا ده لما انت كنت رايح يلا احنا كنا راجعين يلا فوق يلا يا ابن فوق يلا. هنا واحده بتكلمه بيقول لها يعني انت مصدقه ان نبيك يقول هذه الالفاظ النجسه بسهوله كده لمجرد الحديث في البخاري؟ يعني لو طبقت عليك نفس اللفظ ده هتبقى ليه على نفسك ضحكوا عليك بهذه التفسيرات الخزعبليه. بيتكلم على لفظ في البخاري بيقول هذه الالفاظ النجسه. اللفظ قاله النبي محمد، فبقول لك لفظ نجس، لفظ نجس. تمام؟ لمجرد الحديث في البخاري. تخيل هو بيقول كده، بيقول لك ترضى ده انا اقول الكلام ده عليك؟ يا ابني يخرب بيتك، انت بتشبه نفسك بالنبي. ده يا ابني احنا مامورين ان نداء النبي لا يكون كنداءنا البعض. يعني انا لما اقول يا محمد يا ابراهيم يا ابو بكر يا عمر يا عثمان، ما ينفعش اقول يا محمد. نداء النبي ليس كنداء يا ابني، ده النبي مش واحد عادي. انت بقى بتقول ترضى ان انا اقول او ترضى ان يتقال؟ انت مين انت اصلا عشان تقارن نفسك بالنبي؟ يا جماعه انا هقفل، انا حسيت ان دماغي تعبت والله. انا هقفل.